السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، اللهم آمين. نستعرض معكم أسعار برامج الحج السياحي لعام 2025، ولكن في البداية دعونا نترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نتمنى منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة انتهت من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 2025 تمهيدا لتقديمها إلى وزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر تلك الضوابط خلال الأيام المقبلة، معلنة عن أسعار برامج الحج السياحي لعام 2025. إن أسعار برامج الحج السياحي التي حددتها اللجنة جاءت على النحو التالي: سعر برنامج الحج البري دون تحسين سكن والذي سيقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة بفنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بأكثر من 3 كيلومتر بمناطق العزيزية أو النزهة أو ما يشابهها، يبلغ 225 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر العبارة. سعر برنامج الحج البري تحسين سكن 5 نجوم 243 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة. سعر برنامج الحج البري موسم كامل مكة والذي يقيم فيه الحاج طوال فترة إقامته بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم أكثر من 1750 متر تبلغ 260 ألف جنيه دون احتساب ثمن العبارة. أما عن سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن والذي سيقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة بفنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم بمنطقة العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران. سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران تحسين سكن 5 نجوم يبلغ 268 ألف جنيه. سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران موسم كامل مكة والذي يقيم فيه الحاج طوال فترة إقامته بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر تبلغ 295 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران. سعر برنامج الحج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر من الحرم يبلغ 580 ألف جنيه بدون احتساب تذاكر الطيران. سعر برنامج الحج 5 نجوم إقامة صف ثاني على الحرم المكي بمسافة 250 متر وحتى 1250 متر تبلغ 520 ألف جنيه دون احتساب تذاكر الطيران. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، وأن يهون علينا وعليكم هذه الأسعار، وأن يرزقنا عمارة بيته وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تنسونا من صالح دعائكم. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.